اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا وعلى كل متتبعي قناة كويزين شهرة ديزاد. اليوم جيتكم بريحة رمضان، جبت لكم قلب اللوز محشي بالكاوكاو، يجي ما شاء الله بنة تاعو عالمية. جبت لكم على طريقة المحلات، سر التعسيلة وسر اللون اللي يجي بهذا الشكل هذا، يجي هايل بزاف بزاف، ناجح من أول تجربة راح تنجحوا فيه في الوصفة هذه. إلا تبعتوا جميع التفاصيل وجميع الخطوات بإذن الله تعالى راح ديروا به حالة في رمضان. سهل بزاف، ويعني ما يباتش يوجد ثمثم. طريقة بزاف سهلة وناجحة. نتمنى إن شاء الله الفيديو تاعنا اليوم يعجبكم وينال إعجابكم. وبدون إطالة نقولوا بسم الله وعلى بركة الله، نبداو في الوصفة. اول حاجه البنات كما تعرفوا قلب اللوز لازم هذاك السميد اللي يجي خشين، لازم يجي بهذا الشكل هذا. ما تشريوش هذاك تاع لي باكي، لازم تشريوه من عند هذاك اللي يبيع الحلويات يعطيكم بالميزان. هنايا انا درت 4 كيسان تاع السميد، نتوما تكيلوا بالكيله اللي تناسب السنيوه تاعكم، ما راح نزيد نشرح لكم اكثر. هنا درت 4 كيلات تاع السميد بهذا الكاس هذا اللي يهز 220 مليلتر. باش نعرف انه القلب اللوز تاعي يجي سوا في السنيوه، راح نحط هذه الكميه هذه تاع قلب اللوز اللي كيلت بهذا الكاس هذا، وراح نسوي السميد تاعي مليح مليح. لازم يجي مستوى واحد، وراح نقيس بالاصبع تاعي، يعني تقريبا العلو تاع السميد تاعكم لازم يكون نصف سنتيمتر هكذا. من بعد مع الماء ومع ديك شربات ولا الشربات اللي راح نسقيه به راح يزيد يرتفع الحجم تاعو. راح نرجع هذا سنيوه البنات القياس تاعها هي 25 على 30 سنتيمتر. هنايا راح نجيب السميد هذاك حطيته في اناء، وراح نضيف له 2 كيسان تاع السكر. نصف الكميه تاع السكر هي نصف السميد، يعني 4 كيسان تاع السميد تقابلها 2 كيسان تاع السكر. هنا لازم نحرك مليح مليح بهذه الطريقه هذه. ومن بعد راح نجيب كاس تاع الماء، نصه ماء ونصه مازر. للاسف الشديد البنات تحذف معايا المقطع اللي كي ضفت الماء والمازر. هنايا فقط هنايا قبل ما نضيف الماء درت هنا نصف كاس تاع السمن، كما تقدروا ديروا نص سمن ونص زيت ولا زيت كامل. وهنايا راح نبسس مليح هذيك الكميه تاع السميد، نبسسها مليح بهذيك الكميه تاع السمن. لازم هذوك الحبيبات تاع السميد كامل يتغلفوا لي بهذا الكميه تاع السمن. كما قلت لكم تحذف مني المقطع اللي ضفت هنايا في هذه الاثناء الكميه تاع الماء. لازم هنايا تحكوا مليح مليح البنات حوالي 10 دقائق ل 12 دقيقه حتى تحسوا باللي السميد تاعكم ثقال. من بعد تجيبوا نصف كاس تاع الماء مع نصف كاس تاع المسهر، والماء لازم يكون سخون، وتضيفوه وتحاولوا تعجنوا مليح السميد تاعكم بهذاك الكميه تاع الماء. للاسف قلت لكم راهو تحذف مني المقطع، لكن راني شرحت لكم البنات. ونغطي هذاك الكميه، نغطي هذيك السميد نغطيها مليح ونخليها مده ساعتين، ومن بعد نرجع ليها. من جهه اخرى السميد تاعنا راهو يريح، وحنا نحضروا الشربات. هنايا بالنسبه للشربات عندي هنايا 2 كيسان تاع السكر يقابلها 5 كيسان تاع الماء. انا درت 4 كيسان تاع الماء ونصف، والنصف الاخر راح نضيفه من بعد ماء الزهر. ونضيف هنايا طرونش تاع القارص، ونحط الكاسرونه تاعي على النار، نحسب لها 10 دقائق. كي تبدا تغلي نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها. وهنايا راح نحضر معاكم لاستيوس باش تتحصلوا على ذاك اللون تاع الشربات يجي ما شاء الله. هنايا كي تبقى لكم دقيقه واحده فقط تجيبوا كاسرونه اخرى، ديروا فيها 2 مغارف كبار تاع السكر، وتخليوا هذيك الكميه تاع السكر تتكرمل، يعني تحصلوا على اللون تاع الكراميل بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم كي تبقى دقيقه للشربه تاعكم توجد تحضروا هذه، ومباشره بعد ما يتكرمل لكم السكر بهذه الطريقه هذه نضيفوه مباشره على ذيك الكميه تاع الشربات. راح تتحصلوا على واحد اللون يجي ما شاء الله. كي تحطوه على قلب اللوز تاعكم يجيكم اللون تاعو كيما تاع المحلات. هنا نحيو هذاك الطرونج تاع القارص، وهنايا راح نضيف هذيك الكميه تاع الكراميل اللي حضرتها، ونخليها فقط تهز الغليه ونطفي عليها، وتكون شاربه تاعنا واجده بهذا اللون هذا ما شاء الله. نخليها تبرد بجهه. نرجعوا لقلب اللوز تاعنا البنات، راهو واجد معنا بعد ما غطيته وخليته 2 سوايع تماما، يعني 2 سوايع البنات ما تخليوه شيبات. شوفوا طلق العسل تاعو التعسيله تاعو، شوفوا هذاك العسل اللي طلق السميد تاعنا
دليل انه القلب اللوز تاعنا راهو معسل مليح مليح، ويعني وتشرب مليح هذيك الكميه تاع السمن وهذيك الكميه تاع الماء وهذيك الكميه تاع السكر ذابت تماما. هنا نخليو السميد تاعنا بجهه، وراح نحضروا الحشوه اللي راح نحشيو بها السميد قلب اللوز تاعنا. جبت هنايا حوالي كاس تاع الكاوكاو ولا اللوز، يعني لكم الاختيار، انا درتو بالكاوكاو. ضفت له 2 معالق كبار تاع الكاكاو البني، ونخلطهم هكذا مليح مليح، وراح نهز كميه من هذاك السميد تاعي. هنا لازم نخلطوه في البدايه، نخلطوه بهذه الطريقه هذه، ونحي كميه قليله نضيفها لهذيك الكميه تاع الكاوكاو والكاكاو، ونخلط بهذا الشكل هذا، نخلط بيدي، وتكون هذه هي الحشوه اللي راح نحشيو بها قلب اللوز تاعنا. من جهه اخرى جبت السنيوه تاعي دهنتها مليح مليح بالسمن، راهو الحال بارد شويه البنات، راهو ثمثم يعني يجمد معايا السمن. حطيت هذيك الكميه تاع السميد اللي تبقات لي، قسمتها على 2. الكميه الاولى نحطها كما راكم تلاحظوا، ونجيب هذيك الحشوه اللي حضرتها بالكاكاو والكاوكاو والسميد، نزيد نحطها ونغطيها كامل بالنصف الاخر تاع السميد. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وراح نبدا نبسط في السميد تاعي بهذه الطريقه هذه في السنيوه كامل، لازم يجي مستوى واحد. البنات الا بغيتوا تنجحوا في الوصفه تبعوا فقط الطريقه وطريقه الشرح، يعني واش راني نقول لكم تبعوا البنات وراح تنجحوا فيها. راح نبسط مليح هذاك السميد، نبسطه مليح مليح، ونستعين بالملعقه ولا بالكوبات باش نسوي الوجه تاع قلب اللوز تاعنا بهذا الشكل هذا. لازم يجي مستوى واحد بهذا الشكل البنات، يكون القلب اللوز تاعنا تقريبا واجد. بهذه الطريقه هذه نسويه مليح مليح البنات. وهنايا راح نطراسي الحبات تاع القلب اللوز، مانيش راح نقسم حتى للاسفل، نطراسيهم فقط. وجبت كميه تاع الكاوكاو اللي كنت درتها في كميه تاع الماء زهر بهذه الطريقه هذه، نشفها مليح وراح نحطها هكذا من فوق على شكل تزيين فقط بهذه الطريقه هذه. نتوما الا كان متوفر عندكم اللوز ايضا قشروا هذيك الحبات تاع اللوز وديروهم في المزهر، ومن بعد حطوهم بهذه الطريقه هذه. انا بما انه حشيته بالكاوكاو حبيت نحط هكا حبات تاع الكاوكاو من فوق، وكان هذا هو الشكل تاع القلب اللوز تاعنا. شوفوا الشكل تاعو جا ما شاء الله. وجبت كميه تاع السمن ذوبتها، وراح ندهن الوجه تاع القلب اللوز تاعنا مليح بهذيك الكميه تاع السمن، وباش يجينا محمر كيما تاع المحلات. في هذه الاثناء راني سخنت الفرن تاعي، خليته يسخن مليح مليح. راح ندخلو يطيب، غير تشوفوا هكا تحمر لكم على الجوانب، عاودوا جبدوه زيدوا دهنوه بشويه تاع السمن، وعاودوا زيدوا دخلوه يزيد يطيب ويتحمر لكم مليح مليح. كي يتحمر لكم من الجوانب زيدوا هبطوا البلاطو تاعكم الاسفل وشعلوا له من فوق يتحمر وياخذ لكم تحميره شابه كيما هذه. مباشره بعد ما نخرجوا راح نسقيه بهذيك الكميه تاع الشربات. تسمعوا الصوت البنات، دليل انه راهو يتشرب مليح مليح بهذه الطريقه هذه يا البنات. شوفوا راني ندير في الشربات تاعي وهو يتشرب، دليل انه الوصفه تاعنا راهي ناجحه. لازم الشربات تكون بارده تماما، وقلب اللوز تاعكم مباشره تخرجوه من الكوشه تسقيوه بهذا الشكل. مانيش راح نحط كل الكميه تاع الشربات، راح نخلي كميه. هنايا راح نعاود ندخلو للكوشه بما انه راهي مازالت سخونه، يزيد يتشرب هذه الكميه هذه ونعاود نحيه. شوفوا راهو يبان لكم هكا ديجا راهو طري. هنايا نسقيه شويه ونزيد نستنى شويه ونزيد الكميه، وتبقى لي كميه قليله. كما قلت لكم راح نزيد نعاود ندخلو للكوشه، يزيد يتشرب مليح هذه الكميه اللي حطيتها، ونعاود نجبدو ونزيد نكملو هذيك الكميه اللي تبقات. هنايا راني صورت لكم داخل الكوشه، هنا فقط هكا بما انه راهي سخونه ثم راح يزيد يتشرب هذيك الكميه. من بعد راح نزيد نعاود نجبدو. هنا كما راكم تلاحظوا راهو تشرب لي مليح مليح هذيك الكميه. راح نزيد نحط هذيك الكميه اللي تبقات تاع الشربات. وقبل ما نحط هذيك الكميه نقسم قلب اللوز تاعي، هذوك الحبات اللي طراسيتهم في البدايه راح نقسمو مليح مليح، ونزيد نحط له هذيك الكميه تاع الشربات اللي تبقات باش يزيد يتشربها من الاسفل بهذا الشكل البنات.
نتمنى فقط ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه هذه وفهمتوني مليح مليح. هذه هي الكميه اللي تبقات تاع شربات، راح نزيد نضيفها له ونغطي قلب اللوز تاعي ونغطيه كما قلت لكم ونخليه ليله كامله يتشرب لي مليح هذيك العسيله ولا ذيك الشربات، وغدوه من ذاك راح نقسمه معاكم. هنايا بعد ما حضرت وانا في المساء، وهذه الصباح البنات راني جبدته معاكم. يعني كما قلت لكم راهو الحال بارد، كما راكم تشوفوا هنايا الحبيبه تاع السمن راهي جمدت معايا كما تشوفوا هنايا فوق قلب اللوز تاعنا. وهنا هذا هو الشكل النهائي تاع قلب اللوز تاعنا. لازم نقسمه معاكم باش شوفوا ذيك الطراوه وذيك التعسيله وذاك اللون تاعو من داخل يجي كيما تاع المحلات. وصدقوني يا البنات الذوق تاعو ما شاء الله بنتو هايله بزاف بزاف. هذا القلب اللوز ما يباتش، يعني فقط تبيتو كي تعسلوه، اما كي تكونوا تحضروا فيه ما يباتش، خليوه فقط ساعتين وهو واجد معكم. شوفوا هنايا انا حبيت نقسمه معكم، لكن صدقوني غير كلاو النصف تاعو كلاوه. حبيت نصور معكم هكا مقطع نحيو هكا حبه. شوفوا كيف ما تتقسم معايا ما والو، تبقى على حالها وجات ما شاء الله تجي معسله من داخل وبنت وبنه. شوفوا البنات هنايا، شوفوا القوام تاع السميد تاعنا كيفاه راهي طريه تجي ما شاء الله وبنتها بنه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعنا اليوم تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه وديروها ان شاء الله في رمضان وتعتمدوها، وراهي ناجحه صدقوني البنات 100%. ما بقاني غير نقول لكم البنات نتهلاو في رواحكم ونتهلاو في صحتكم، نتلاقاو على خير، وما تبخلوش علينا باللايك للفيديو ومشاركته مع الاهل والاصدقاء. الى اللقاء.